كورة الجون بقى يا معلم. طب هتشوف في كورة الجون، انا هحط لك دايرة دلوقتي على رامي ربيعة بيشاور على لعيب موجود قدامه خلاص فاضي، واللعيب واحد من لعيبة الاهلي باصص لرامي ربيعة وتمام بيقول له انا شايفه ماشي. الكرة اهي تمام، طبعا ده اعتقد اشرف بن شرقي اللي اترقص ماشي. بص بقى يا معلم، محمد هاني اعتقد اللي هيبقى عليه الدايره ده، في لعيب جه في ظهر محمد هاني، مشى من قدام محمد هاني عادي خلاص، هو جاي في المساحه اللي ما بين محمد هاني وما بين اشرف داري. اللعيب ده اتحرك عادي، انا عايز اعرف اللعيب ده وصل للمكان ده ازاي، وليه محمد هاني ما رجعش لورا شويه معاه. اللعيب ده هو سبب الجون ده، لمس الكوره، لولا لمسته للكوره كان الموضوع طلع. لعيب واقف لوحده عادي جدا تمام، وطبعا بيتحرك برده عادي. جدير بالذكر ان اللعيب اللي رامي ربيعه اصلا قال لهم خلي بالكم منه، ده كان واقف لوحده ومحدش جرى معاه، يعني هو برضو اللعيب ده ولو كانت الكره وصلت له اصلا كان ممكن يجيب برضو جون عادي جدا، وطبعا احنا طلعناها وللاسف وبسوء حظ طبعا ياسر ابراهيم الكره دخلت. الملخص المفيد، كميه غلطات دفاعيه جباره وواضحه قوي من الشوط الاولاني، وزادت بوضوح جدا جدا الشوط الثاني. سلام عليكم.